أعزائي المشاهدين والمتابعين، هذا المساء نتواجد في ديوان من دواوين الكرم والجود، ديوان رجل وطن ورجل قبيلة ورجل من رجالات المدينة المنورة، رجل الأعمال المعروف صالح بن حماد المرواني الجهني هذا المساء، وهو يستضيف العمدة والشيخ عبد الله بن دحيم بن هون الرشيدي وجميع من حضر من رجال العلم ورجال الدولة وأيضا من كبار المسؤولين هذا المساء. حياك الله يا ابو عبد العزيز، وش تقول لضيوفك؟ يا مرحبا يا مرحبا، الله يحييكم، والله من اسعد الليالي. واليوم صار العيد، عندنا عيدين، صار ثالث عيد وجود هالوجيه اللي والله يعلم الله انها شرفتنا وشرفت مجلسنا، فمرحبا مليار، يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، الله يحييكم الله يحييكم الله يحييكم. وقبل شوي نسمعك تقول سعادة اللواء ما جاك لانه جاء. نعم، عبد الله بن عايض الصحيمي. نعم. هذه عشرة عمر ودائما ندعوه والرجل مشغول، ولكن يوم قلنا عندنا ابو بدر عبد الله بن دحيم بن هون الذيابي قال جاي، وهذا من فضائل ابو بدر. هذا وافق علينا عمرك جاي، الله يبارك، يا رب تحييك. وانا فيكم شرفنا حضوركم عندك في مجلسكم. الله يحييك يا مرحبا. لفت انتباهي حقيقة المجلس ما شاء الله مسطر في الانجازات اللي انجزها ابو عبد العزيز مع رجال مثلكم شرف. هذا فخر لنا كاعلاميين وطن، في رجل وطن ورجل قبيله ورجل للجميع. ابو عبد العزيز يعلم الله المقبوله يعني مجامله ما شاء الله، القصائد، الدروع التذكاريه، الشهادات، وقفاته مع رجال الوطن، وقفاته مع مسؤولين، هذا عمرك فخر لنا احنا. والاعلاميين كلهم قبل شيء يقول يا غالب ارفع عقابك. صالح حماد المرواني بمجلسه مع اخوي عبد الله بن دحيم بن هون، وهذا شرف كبير لي انا كشاعر اني اقف قدامكم وقدام الاخوان المتواجدين والقي ابيات عساها ان شاء الله تجملني مع ابو عبد العزيز. انا ما اعرفه، لكن يوم سالت عنه علمه صار اكبر مما توقعت انا. الشاعر حميد الذيابي الرشيدي. الله يمنع وعليك زود. اقول في محله للوفا والرجال الغانمين، يا سلام الله عليكم والسلام اول كلامه، في محل ممتلي بالرجال الطيبين، راعي المعروف والطيب رجال الكرامه، صالح اللي بالمواقف على اللازم يبين، منا روين تعز الضيف وتعلي مقامه، لابد تعرف مواقفها على طول السنين، معتلين بالعلالي هامت من فوق هامه، طوعوا حمر الطرابيش حمران الاثنين، وكسروها كسر مجب العظامه، من جهينه هذا العلم اليقين، اكدوا علم الصحيح، من جهينه هذا العلم اليقين، اكدوا علم الصحيح وجودوا فيها العلامه، وصالح اللي يدحم اعداه بالجنب المتين، هو زعيم المجد يلقى في سلامه مثل علم الغيب، من صبحه يبين اشهد انه حقق المجد ويفوز اشهد انه حقق المجد ويفوز بوسامه، قالها الشاعر رشيدي على الشده متين، قالها الشاعر رشيدي على الشده متين، كنتي لقلتها ما تلحقني ملامه، امدح اهل العز خطلان اليدين، والله اني ما امدح الا كفو وكب الهلامه، والسلام ختامها والمسك هو الياسمين، السلام ابداه واختم في سلامه. والآن أيضا قصيدة مع الشاعر فاهد الوهيداني الرشيدي، تفضل. أول شيء مساكم الله بالخير جميعا، والله وجه أبو عبد العزيز على الاستقبال والضيافة التي لا يستغرب من الوفاء من رجال الوفاء، منهم مغان ومنهم أبو بدر شيخ من شيوخ بني رشيد، وعندنا الله يطول بعمره ما يخاف الرجال له في مثل شروال، وانتم لهم في بيوتكم رؤوس الارض، ابو بدر تاج فوق رؤوسنا ونفتخر فيه ونفتخر بالرجال الخويه، بعد حنا نفتخر فيه. الله يبيض وجهه، وكلكم والله كل القبائل ونعم فيها، كل حق وواجب، الله يبيض وجهكم جميعا. يا هادسي حضر الطب المات، فالموقف اللي ما تعذر دونه، واحذر علي تشرح النقاد، وانا عارف المبدا وقانونه،
كلمني ابن هون بالميعاد، قلت الكفو ما خيب ظنونه، يا شيخنا يا راعي الامجاد، ابشر لك بوقفه مضمونه، عند الكريم معرب الاجداد، ابى امدحها بابيات موزونه، هذا عريب الساسي بن حماد، نعم. صالح على الطاله تعرفونه، ما همها الشمات والحساد، يجعلهم بالحال يهدونه. كفو ابو عبد العزيز. ما همها الشمات والحساد، يجعلهم بالحال يهدونه، وقت المهمة له سيوف حداد، كم جاه محتاج أخلص ديونه. نعم. نومس الجهينة وأكرم الأجواد، من فعلها الأخصام مشحونة، ومورث النوماس الأحفاد، يرشدهم الطيب ولا ينسونه. يا حسان حسان